البلشفية كان يخطط للثورة ويكتب عليها ويقول أنا أخطط لقيام ثورة في روسيا القيصرية تدك أركان النظام القديم. في تونس ولا حزب سياسي تحدث عن كانت حاجة تلقائية. سامحني خلينا نوصل. ولا حزب سياسي كان يتحدث عن ثورة، ولا حزب سياسي، خلينا نكونوا واضحين، وهذه فرصة خلينا نفتحوا فيها المجال للذاكرة التونسية اللي مازال تقصير عمرها 6 أشهر، ما يلزمهاش تتمص بسهولة وببساطة. ما كان ثم حتى حزب سياسي يدعو لإسقاط بن علي من الحكم حينها. خلينا نكونوا واضحين مع بعضنا. حتى حزب سياسي، هناك شخصيتين فقط كانتا تقولان أنه مشكلة النظام هذا وجود بن علي على رأسه، ولا يمكن أن تصلح الأمور إلا برحيل بن علي على السلطة. منصف المرزوقي المؤتمر من لجنة الجمهورية يقول لا يصلح ولا يصلح، وخونا وصديقنا اللي نحييه بالمناسبة هذه سي طارق المكي في كندا يقول السارق الأكبر يلزم يغارد. وانا نحييه بالمناسبه طارق المكي لظروف خاصه، لانه عمل لي تليفون في ايامات الازمه وقال لي راني انا نحبك تدخل الحبس، لكن نحبك تدخل الحبس على القائمه ونمرك 4500، مش كون انت اول فما اللي اولى منك. فما اللي اولى. وانا نحييه على الصراحه نتاعو هذه. قلت ما فما حتى حزب سياسي، الناس كل كانت تطلب من الرئيس السابق أنه يقود عملية إصلاح وإنقاذ للبلاد. هناك من طالبه بحكومة إنقاذ وطني. طالب الشيطان، طالب زين العابدين بن علي كصاحب شرعية إلى حدود يوم 14 جانفي. شكون؟ زين العابدين كل